عشان كل حكاية ليها سر، تعالى اقول لكم سر حكاية اشهر والذ اكلة كلنا بنحبها. بعيد بقى عن الاكتشافات والاختراعات، هنتكلم النهاردة عن شخص نجح بعد سن ال70 وبقى عنده اكبر واشهر سلسلة مطاعم في العالم كله. بطل حكايتنا النهاردة هو الكولونيل هارلاند ساندرز اللي معروف عندنا كلنا باسم كنتاكي. وعلى فكرة بقى كولونيل دي رتبة عقيد في الجيش، هنحكي بعد شوية خد الرتبة دي ازاي. يلا نسمي الله وندخل على طول في سر حكاية كنتاكي. ساندرز اتولد في 9 سبتمبر سنة 1890 في أسرة فقيرة جدا، ووالده كان شغال في منجم فحم وتوفى وساندرز يا دوب كان عنده 6 سنين. وبعد وفاة أبوه أمه اضطرت تشتغل عشان تصرف على أولادها. ساندرز لقى نفسه مسؤول عن إخواته وتحضير أكلهم بسبب غياب الأم، وبقى طباخ ماهر في سن صغير جدا وخصوصا الفراخ المقلية. وبرغم الظروف الصعبة اللي عاشها ساندرز إلا إنه كمل تعليمه الثانوي، وبعدها دخل الجامعة وتخرج من كلية حقوق. وهو بيدرس كان بيشتغل في غسيل العربيات عشان يصرف على دراسته لحد ما اتخرج، واشتغل في المحاماة لفترة، وبعدها اتوظف في شركة وفضل يحوش لحد ما قدر يشتري محطة بنزين صغيرة. ولما بقى عنده 39 سنة جاله واحد صاحبه بيشتكي من أكل المطاعم الموجود في ولاية كنتاكي. ساندرز بقى ما خدش الكلام ده وخلاص، لكن فضل يفكر ازاي يكسب من الموضوع ده لحد ما وصل انه يقفل أوضة من أوض المحطة ويحولها لمطعم صغير. وطبعا ما باعش حاجة غير الفراخ المقلية اللي هو أستاذ فيها، ومعاها شوية بطاطس محمرة. وفي ظرف شهور بسيطة المطعم اشتهر جدا وزباينه كترت لدرجة ان قفل المحطة كلها وحولها مطعم وسماه كافيه ساندرز. وبعد 10 سنين وهو عنده 49 سنة اكتشف طريقة يقلي بيها الفراخ المقلية من غير زيت. الاكتشاف ده كان نقطة تحول حقيقية في حياة ساندرز، عشان حاكم ولاية كنتاكي اداله رتبة كولونيل اللي انا قلتلكوا عليها في اول الحلقة. وقتها كان عنده 59 سنة، ومن شدة اعجاب حاكم الولاية بالمطعم عرض عليه انه يشتريه منه بمقابل 150 ألف دولار. ساندرز رفض طبعا، ما هو اي حد مكانه يرفض، مشروع ناجح وليه زباينه هيبيعه ليه؟ وفي الوقت ده كان عنده 63 سنة. وفجأة حصل اللي محدش كان متوقعه، والمدينة اللي فيها المطعم يتم اعادة تخطيطها، والمطعم اللي كان على الطريق السريع بقى مضطر وزباينه قلت، واضطر ساندرز يبيعه بنص الثمن اللي كان معروض عليه. اي حد مكان ساندرز يستسلم للظروف، لكن طموحه اللي ملوش حدود خلاه يفكر في حل ينقذ بيه حلم حياته. وبعد تجارب كتيرة وصل لخلطة سرية بتتكون من 11 نوع توابل وبهارات محدش يعرفهم غيره. وعلى فكرة الخلطة دي هي اللي مطاعم كنتاكي بتشتغل بيها لحد النهاردة. وبدأ يلف الولايات كلها عشان يقنع المطاعم تشتري الخلطة بتاعته، لكن ما أقنعش غير 5 مطاعم بس خلال 2 سنين. ساندرز لقى ان مفيش فايدة وقرر يعتمد على نفسه ويحتفظ بسر الخلطة، وفعلا أسس مطعمه اللي سماه كنتاكي لحد ما وصل ل 200 فرع. وبالرغم من جودة الأكل العالية الموجودة في مطاعمه على الطرق السريعة إلا إن زباينه قلت. ولما دور على السبب لقى إن تحضير الوجبة بياخد وقت طويل جدا، فوصل لطريقة يقلي بيها الفراخ والوجبة تكون جاهزة في 10 دقايق بعد ما كان تحضيرها بياخد نص ساعة، وده من خلال قلاية الضغط. لحد ما اتعرف على رجل أعمال اسمه بيت هيرمان واتفق معاه على تأسيس العلامة التجارية لكنتاكي فرايد تشيكن المعروفة لحد النهاردة بنفس الاسم، وإنهم يبيعوا الفراخ اللي بيعملها ساندرز بالخلطة السرية بمقابل 4 سنت عن كل قطعة فراخ هتتباع في المطاعم الوكيلة اللي تم توقيع عقود الفرانشايز معاهم، أو اللي احنا بنسميهم الوكلاء التجاريين. وبكده حافظ على استمرار انتشار الخلطة السرية في كل المدن الأمريكية، وفي نفس الوقت حقق أرباح كبيرة بدون أي مصاريف أو مخاطر، لحد ما وصل عدد فروع المطاعم ل 600 فرع في أمريكا وكندا. وقتها ساندرز كان عنده 73 سنة. الرحلة الطويلة من الكفاح بدأت تنتهي بعد ما قرر ساندرز يبيع حقوق ملكية مطاعم كنتاكي وخلطتها السرية لمجموعة من المستثمرين بمقابل 2 مليون دولار. وقتها كان عنده 77 سنة. ومن بعدها اشتراها شركات استثمارية كتير لحد ما اشترتها شركة بيبسي العالمية في أوائل التسعينات.
وبعدها أسست شركة قابضة جديدة لإدارة مطاعم الوجبات السريعة اللي ضمت بيتزا هات وهاردز وطبعا كنتاكي، وده كان سنة 1997. وبعد صراع طويل مع المرض مات الكولونيل ساندرز اللي معروف لينا كلنا باسم كنتاكي، مات وهو عنده 90 سنة، ما يقسش فيهم يوم ولا المشاكل قدرت تتغلب عليه. وفي النهاية عايزة أقول إن أي حد عنده حلم لازم يتمسك بيه وما يتخلاش عنه مهما الظروف كانت صعبة، وإننا لما نكبر لازم نفضل مكملين. ناس كتير بتعتبر السن آخر المطاف، وناس تانية قادرة تحوله لبداية جديدة. وبكده خلصت حلقتنا، استنونا في حلقة جديدة وسر جديد من سر الحكاية.